مساء الخير شباب مادل 2 عاملين ايه؟ النهارده هنشتغل ويك 15 التقييم الاسبوعي. وعندنا النهارده هنشتغل على exercise عينين 3 دي اللي هي statistic في الالجبرا، ويونت 5 في الجيومتري اللي هي الاكسرسايز بتاعه الانيكواليتي. اوكي، يلا بينا على اول سؤال في الفيرست جروب. يقول ايه؟ in triangle ABC عندنا angle A وعندنا angle B، وبيقولي find the side of the longest side. عايزين مين longest side قدامنا؟ طبعا عشان اجيب longest side لازم اجيب الانجل التالتة. هعمل 180 minus 80 وال 50. اوكي، هتكون 50. طيب يبقى اكبر انجل مين؟ هيبقى اكبر انجل A. طيب انجل A قدامها اكيد اكبر سايد. اوكي، طيب تعالى نرسمه كده ونشوف هيبقى عامل ازاي. اهو هو طبعا isosceles فيه two sides ايه equal، ده قد ده. فانا عندي AB اهو A B C، عندي انجل A دي ب 80، فاكيد اكبر سايد اللي قدامها مين؟ اللي قدامها اللي هو السايد ايه BC، فاللونجست سايد هيكون BC. طب انا عايزه اعرفها من غير رسم، كنسل على الايه اللي يتبقى اخده، يبقى السايد اللي قدام الانجل A هيبقى BC. تمام، يلا بينا على نمبر 2. Find the interval in which the side of the third side the length of the third side وعايزين الانترفال بتاع الثيرد سايد بكام، وعطيه التو سايدز عندي 7 وعندي 11. فانا عندي الرول بتاعنا بيقول ايه؟ ان انا بعمل الديفرنس وبعمل السم. هعمل لدول مع ماينس ومع بلس، يعني 11 ماينس، هعمل 11 ماينس 7 هتكون 4، وهعمل 11 بلس 7 هتكون 18. يعني الثيرد سايد ينفع اي نمبر ما بين الفور لحد ال18. طبعا 4 مش هينفع وال18 مش هينفع. وده ليه بقى؟ عشان احنا عندنا مفروض رول احنا عارفينه ايه هو بقى، ان sum of two sides لازم يكون bigger than a third. فاحنا مثلا لو عملنا 4، لو 4 و 7 و11 ينفع ولا ما ينفعش؟ تعالى نعمل لهم بلس كده، 4 بلس 7 هتكون 11، مش هتنفع، لازم يكونوا اكبر. فعشان كده احنا حدودنا الفور دي مش هناخدها، هناخد من بعدها. يعني ال5 تنفع، ال6 تنفع، ال7 تنفع، لحد ما توصل لحد الايه ال18. ال18 مش هتنفع ليه؟ عشان انت لو عملت صم لدول مش هيكون اكبر من ال18، هيكون قدها. احنا عايزين السم اوف تو سايدز لازم يكون ايه يا شباب؟ bigger than a third. عشان كده احنا بنعمل sum و difference ونشوف اللي ما بينهم، وهو ده اللي هينفع نعمل بيه triangle. اوكي، يلا بينا على الجزء اللي بعده نمبر 3. وهنا عطينا quadrilateral يعني في 4 sides اهو، 8 وهنا 6 وهنا الدي سي ب 9 والاي دي ب 10. طيب عايز ايه بقى؟ تعال نشوف. prove that ان بي سي دي، تعال نمشي معاها، بي سي دي يعني الانجل دي bigger than، دي معناها bigger than عشان بصة الناحية دي، BAD، ادي BAD bigger than دي. طيب زي ما احنا متعودين ان طالما مش متقفل triangle كده، انا هقفله من عندي، هوصل ما بين الايه التو انجلز اللي هو قايل لي عليهم. هشتغل التراينجل ده لوحده وهشتغل ده لوحده. هشتغل ده هشتغل ده اهو كده، ماشي، وهشتغل تراينجل اهو ده الاخضر ده لوحده، ماشي. تعال نشتغل الاول in triangle مين؟ in triangle ABC. هشتغل انا في ABC. عندي ايه في ABC؟ مين bigger than مين؟ عندي AB اسمها يوضحها لكم اكتر. AB bigger than طبعا هكتب ان انا عندي quadrilateral sense، وهكتب ده كده sense، وهكتب الثلاث سطور دول ان انا عندي ده ب8 وده 6 وده 9 وده 10، ماشي. بعدين هقوله طبعا عشان ال8 اكبر من ال6 فاكيد الAB bigger than BC، صح الكلام؟ وطالما السايد اكبر من السايد
السايد ده قدامه انجل سي، فاكيد انجل سي bigger than انجل مين؟ انجل A. يبقى therefore measure of angle C، بس مش هقولها C لوحدها، لازم اقول حدودها. ابدأ قبلها مين؟ B، يبقى BCA، اطلع قبلها بعد كده اخش عليها بعد كده اطلع منها. يعني BCA دي علامة bigger than مين؟ انجل التانية اهي اسمها BAC، ودي step number 1 وخليها على جنب كده. بعدين تعالوا نشوفوا step number 2. هخش in triangle مين؟ هخش على triangle التاني in triangle ACD. عندي ايه في ACD؟ عندي هنا ان في 10 وفي 9. طبعا مين الاكبر من مين؟ ال 10 ولا ال 9؟ طبعا ال 10. فهتقولي since ان ال AD bigger than DC، يبقى therefore الانجل اللي قدامه ده اللي هي انجل C اكبر من الانجل اللي قدام ال 9. يبقى measure of angle ACD اهو ACD bigger than الانجل التانية اهي اسمها ايه؟ مش هقول ايه، انا هقول اللي قبلها DAC. ودي step number 2. طيب انا مش عايزة دي لوحدها ودي لوحدها، عايزاها كلها على بعض وعايزة دي كلها على بعض، فاقول by adding 1 and 2. يعني هعمل adding لل2 steps، adding 1 and 2 step دي والstep دي، يعني دي بلس دي هتبقى all of angle A ودي بلس دي هتبقى all of angle C، واكتب اللي هو عايزه. يبقى therefore ان measure of angle مين؟ BCD bigger than measure of angle BAD، وخلصت على كده، وده اللي هو عايزه. اوكي سهلة، يا رب تكونوا استوعبتوها. تعال نخش على نمبر 4. هنا بيقولي ايه؟ find the range. range بجيبه ازاي؟ الرول بتاعنا بتاع range بعمل greatest value اكبر value عندك minus ال smallest value minus اصغر value عندك. تعال نشوف مين اكبر value عندك هنا. اكبر حاجة عندك هنا مين؟ في 25 في 25 وفي 21 وفي 20 و 13 و 5. اكبر حاجة عندي من الواضح انها 25، حتى ومتكررة عادي مفيش مشاكل. ماينس اصغر حاجة عندك هنا مين؟ اصغر فاليو عندي ال 5، يبقى 25 minus 5 هتكون 20. هو ده range. اوكي تعال نشوف الارثماتيك مين. arithmetic مين؟ بعمل تيبل، واحنا قلناه في الفيديوهات اللي قبل كده في التقييمات اللي قبل كده، بس هنقول تاني. السيتس بكتبها زي ما هي، هروح جايبه الاكس، بعد كده هنا الفريكوانسي اكتبها اف او كي الاتنين صح، تاخدها السنه الجايه هتبقى اسمها كي. بعدين هتكتب الفاليوز اللي عندك، ال5 بعديها ال15 25 بعد كده 35 بعد كده 45 بعد كده عندنا السم. اوكي سهلة يا شباب. اوكي يلا بينا نبدأ نشتغل. اول حاجة بكتبها، بكتب السيتس اللي عندي دي بكتبها زي ما هي مفيش مشاكل. السيتس دي بكتبها زي ما هي، اللي هي 5 15 ال 25 35 45 55 بزود واحدة من عندي. بعدين تعالى نجيب الاكس بقى، بعد كده هنجيب الفريكوانسي اصلا مكتوبة بنقلها زي ما هي، بعد كده بعمل اكس تايمز اف. الفريكوانسي مكتوبة هي 3 4 قدامك بنقلها 7 4 2 اللي هي مين؟ الفريكوانسي اللي هي الاف. الاكس اجيبها ازاي؟ الاكس دي اسمها سنتر. السنتر ده بجيبه ازاي؟ بعمل lower boundaries plus upper boundaries over 2، يعني بعمل 5 plus 15 over 2. 5 plus 15 هتبقى 20 over 2 هتبقى 10، يبقى اول element هنا هيكون عندي 10. اللي بعده نفس الكلام 15 plus 25 over 2
هتبقى دي 40 over 2 هتبقى 20. من الواضح انها بتزيد 10، فاحنا هنزود 10 على طول. 30 40 مش محتاج ايه اعملها. 50 خلاص، مش محتاجين احنا ايه دي، خلاص احنا عملناها اوريدي. طيب ايه اللي بعده؟ هنعمل ايه بقى في الجزء اللي بعده؟ هعمل ده تايمز ده. يلا 10 تايمز 3 هتكون 30، بعد كده 80، بعد كده 210، دي طبعا 16 وجنبها 0، بعد كده 100. الخانة اللي بعديها بنكتب فيها الصم. بنكتب فيها ايه يا شباب؟ الصم بعمل لكل الفريكوينسي دول بلس، اوريدي هو كاتبهم لنا 20، وهعمل صم لكل ده. اعمل 30 بلس 80 بلس 210 بلس 160 بلس 100، ودي هتطلع 580. وهتجيب بقى المين بقى بتجيبه ازاي؟ المين هتجيب ده divided ده. مين divided مين؟ هتطلع 580 اللي انت جبته ده على 20. الرول بتاعه اصلا ايه المين؟ السم، دي علامة السم x times f على sum of f. اوكي، هعمل الكلام ده هيطلع ب 29 وخلصت على كده. اوكي، بتكونوا استوعبتوه، موضوع سهل جدا. يلا بينا نخش على السكند جروب. السكند جروب عندي ايه يا شباب؟ بيقولي if the triangle is isosceles، زي ما قلنا في التقييمات اللي فاتت وفي الفيديوهات اللي فاتت. isosceles يعني فيه two sides are equal، فالتو sides هيبقوا شبه الكبير على طول. مش هينفع يبقى 5، لان لو عندي 5 و5 و13، لو الصم بتاع دول هيبقى 10 مش اكبر من ال 13، فمش هتنفع. فهناخده الصم مين؟ الصم بتاع مين؟ يبقى 13 و5 و13، صح الكلام؟ نعمل لدول بلس او اي اتنين يعني، بس لازم اي اتنين صغيرين يعني. 13 و5 هيكون 18 اكبر من 13، تمام. يبقى الثيرد سايد هيكون 13. اوكي طيب number 2 in triangle ABC عندي measure of angle C equal 90. عندي right angle triangle. اوكي اهو right angle triangle. تعال نرسم. عندي right at C، ادي C. اكيد اكبر انجل دي هتبقى اكيوت، دي هتبقى اكيوت دايما كده. يبقى دي اكبر انجل، يبقى قدامها اكبر سايد. مين اكبر سايد؟ اكيد التو ليترز التانيين، يبقى اكبر سايد هنا هيكون AB. ده اللونجست ايه سايد. عايز تجيبها من letters كانسل على C وخد مين؟ AB. اوكي تعال نخش على نمبر 3. نفس السؤال في الجروب الاولاني، حاول تشغل دماغك بقى يلا ونعملها سوا. هو هنا نفس الكلام، عطينا دي 9 ودي 8 بس الارقام مختلفة. وعايز measure of angle BCD. دي اهي تكون bigger than ايه. فانا كل اللي هعمله هوصل ما بينهم. نفس الكلام، بص بيعيد نفسه. حاول بقى تستفيد من اللي احنا ايه بنقوله. هشتغل في الاول في triangle، اي triangle هشتغل في ده مثلا، بعد كده هشتغل في ده، او هشتغل في اي واحد مش هتفرق معايا. هقول in triangle مين؟ in triangle ADC هشتغل في ده. عندي السايد ده ب9 وده بايه ب8. مين اكبر يا شباب؟ طبعا 9. يبقى هقول له سنس ان AD، طبعا هقول في الاول ان ده كده الحاجات دي، وهكتب ده كده وهكتب ده كده. اول 3 سطور دول ايه هكتب. بعدين اقول له عندك AD ده اكبر من مين؟ من DC. فاكيد الانجل اللي قدامه، الانجل اللي قدام ال9 اللي هي دي اسمها ايه؟ تتقال ازاي يا شباب؟ ACD هيكون bigger than الانجل التانية اللي قدام ال8 اللي هي دي، اللي هي DAC. ودي هقوله دي اول step، دي step 1. تعال نخش على التراينجل التاني اسمه ABC. عندي ايه في التراينجل التاني؟ عندي واحد 7 و5. مين اللي اكبر؟ طبعا حد هيقول لي 7، يبقى AB bigger than BC. يبقى therefore الانجل اللي قدام AB اللي هي CD. بس انا مش هقولها C بس، هقول ايه؟ هقول له ACB bigger than measure of angle اللي قدام ال5 اسمها BAC، ودي step number 2.
طالما دي 1 ودي 2 بعد كده هقول له باي ادنج 1 and 2 نفس الستبس بالظبط. باي ادنج هزود الانجل دي على دي ستيب 1 ستيب 2 واقول له ايه بقى، يبقى therefore على طول اللي ميجر اوف انجل مين؟ بي سي دي كلها bigger than BAD. وخلصت على كده. تعالى نشوف اللي بعديها. سؤال مختلف، عايز السنتر. السنتر بجيبه ازاي؟ اقول بتاعنا اهو، اعطينا اللور باوند والهاير باوند. بعمل اللور باوند بلس الابر او الهاير over 2، يعني هعمل 10 plus 20 over 2 وهتكون equal 15. ماشي. ايه اللي بعده؟ arithmetic mean table برضه. يلا بينا اهو التيبل اهو، وهنعمل اللاينز بتاعتنا. يلا بينا نعمل اللاينز بتاعتنا اهو. اول حاجة اكتب الساتس والفريكوانسي والحاجات دي، بعد كده اللي بعده. اوكي، حاول تنظم وقتك عشان تبقى سهلة عليك وما تتلخبطش في الارقام. هنا هنكتب الساتس بننقلها زي ما هي، بعد كده بنجيب الاكس اللي هي السنتر، بعد كده بجيب الفريكوانسي، بكتب الفريكوانسي، بعد كده اكس تايمز اف. يبقى اول حاجة بكتبها الساتس ودي بكتبها زي ما هي اللي هي 10 20 30 40 50. خلاص. وهنا بكتب ايه يا حبايبي؟ بكتب الاكس. الاكس دي بجيبها ازاي؟ بعمل ده بلس ده اوفر 2. عرفنا بقى السنتر بيتجيب ازاي. الاكس دي اسمها سنتر. بعمل 10 بلس 20 over 2. 10 بلس 20 هتكون 30 over 2 هتكون 15. واللي بعده اكيد هتبقى برضه 20 بلس 30 50 over 2 هتبقى 25. بزود 10 يبقى اللي جاية 35، اللي بعديها 45، الأخيرة 55. بعدين يا حبايبي هنعمل ايه؟ هكتب بقى ايه هنا الفريكوانسي، بروح نقلها زي ما هي مكتوبة قدامي، ادي 4 11 13 10 9 والسم بتاعهم 50. اوكي، ودي السم هنا 50. اخر واحدة بعمل x times f. x times f بعمل ده times ده واكتبه. 15 times 4 هتبقى equal 60. 25 times 11 هتبقى 275. 13 times 35 كل ده بعمل times. شايف؟ times كل ده. دي هتطلع 455. اللي بعديها 450. اللي بعده هتطلع 495. اعمل كل اللاين ده بلس، يعني 60 بلس 275 بلس 455 بلس 450 هالكالكوليتر بتاعتك على طول بلس 495. كل ده هيطلع 1735. واروح جايب بقى ايه المين. والمين بجيبه ازاي؟ المين بعمل السم of x times f over sum of f. x times f اللي هي بكام؟ اهي 1735 over 50. واعمل الكلام ده هتطلع كام؟ تطلع 34.7 وخلصت على كده. هي طلعت متهيألي طلعت كده جاهزة 35.4 .7 sorry 34.7. تعالى بينا على الثيرد جروب. يلا. in triangle ABC عندنا ال C ب 140. اكيد الobtuse angle triangle مش هيبقى فيه اكتر من دي. اكبر حاجة فيه الobtuse، ما ينفعش يبقى فيها الاتنين acute تاني. اوكي، ما ينفعش يبقى فيه واحدة obtuse تاني او واحدة right، ما ينفعش. خلاص، يبقى دي اكبر angle، يبقى قدامها اكبر side. ادي ACB، ادي ال 140 قدامها مين؟ AB. طب انا مش عايزه ارسم، كنسل لي على السي، خد ال AB يبقى along side AB. اوكي، اللي بعديها عايز الانترفال بتاع الثيرد سايد، نفس الكلام، مرة difference ومرة sum. هعمل لدول مرة minus وهتكون 2
وما هعمل لهم بلس وهتكون ماينس وما بلس. 5 بلس 7 هتكون 12. يبقى الثيرد سايد هيكون belong للانترفال دي. تاني نمبر 3 نفس الكلام، هو برضو عايز BCD هنحلها سوا برضو. اهي الانجل دي عايزها تبقى اكبر من دي، وانا قلت لكم بنعمل لاين في النص بالتون انجلز كده، وهشتغل في تراينجل. اشتغل في ده بعد كده اشتغل في ده. هقول له طبعا هكتب sense الجيفن الحاجات دي هي ماشي. بعد كده هكتب in triangle مثلا، هشتغل على ال ADC. نفس الكلام بيعيد نفسه يعني ما فيهاش جديد. اوكي. هروح قايله ان عندي ان انجل مين اكبر من انجل مين سايد مين. عندي ده 7 وده 6، فاكيد ان ال AD bigger than ال DC. يبقى الانجل اللي قدامه اكيد اكبر. الانجل اللي قدام ال7 مين؟ الانجل دي. يبقى measure of angle هقولها ازاي؟ هقول ACD bigger than الانجل التانية اسمها DAC. ودي step number 1. بعدين اخشلي بقى في triangle التاني. in triangle مين التاني؟ ABC. عندي ايه في triangle التاني بقى؟ عندي ان في سايد ب5 وسايد ب3. مين اكبر يا حبايبي؟ اكيد ال5. يبقى هقوله since ان انا عندي AB bigger than BC therefore measure of angle ال AB قدامه مين؟ قدامه C. يبقى measure of angle مش هقولها C لوحدها، هقول لها BCA bigger than الانجل التانية BAC. ودي step number 2. اقوله بعد كده by adding 1 and 2 وهكتب اللي هو عايزه اللي هو انجل مين. يبقى therefore measure of angle BCD bigger than angle BAD. وخلصت على كده. اظن سهل. تعال نشوف السؤال اللي بعده مختلف شوية. بيقولي if the sum of frequency السم بتاع الفريكوانسي بتاع التيبل عندنا ب100 وهنا الفريكوانسي كلهم 100 وعايز الاوردر اوف ميديان. الاوردر اوف ميديان عشان اجيبه بعمل السم ده اوفر 2. اوكي عشان اجيب الاوردر اوف ميديان 100 divided 2 هتبقى 50 عشان دي الميدل فاليو اللي في النص. اللي لما كنا بنعمل كيرف لو تفتكروا لو ascending curve مثلا بجيب هنا في النص بالظبط بعمل السم اوفر التوتال 50 مثلا واطلع كده وانزل لحد هنا، هو ده اسمه ميديان. وهنا ده الاوردر اوف ميديان. اوكي الحته دي مهمه قوي. يبقى ده الاوردر اوف ميديان لما بنطلعه بعمل التوتال بتاع الفريكوانسي اوفر 2 وبعدين بطلع واروح للكيرف وانزل تحت واروح جايب مين؟ هو ده الميديان. اوكي عشان لو جات لك اوردر بير مثلا نمبر هنا ونمبر هنا اكس وواي، الاكس دي بجيب منها مين؟ هو ده الميديان. امال الواي دي مين؟ دي الاوردر اوف ميديان. عشان في اسئله بتيجي كده لازم تبقى فاهمها، عشان ساعات بيقولك اوردر بير مثلا اي تو نمبرز 50 و 20 مثلا، يبقى ده مين؟ تبقى انت فاهم الاولاني ده ميديان والتاني اللي هو الواي ده الاوردر اوف ميديان. اوكي الحته دي مهمه. تعال نخش بقى ازاي اجيب ارثماتيك مين تاني. يلا بينا جدول برضو تاني. هتروح عامل اللاينز بتاعتك. ابدا بقى امسك ورقه وقلم وابدا اشتغل معايا، متبقاش متفائل كده عشان المعلومه تثبت في دماغك. يلا جيب ورقه وقلم واعمل التيبل بتاعك عشان لما تشغل ايدك المعلومة تثبت. وهكتب هنا الساتس عندي زي ما هي. هنا بكتب الاكس اللي هي السنتر، بعد كده الفريكوانسي، بعد كده اكس تايمز اف. هنا بكتب ساتس زي ما هي بكتبها، هنا بكتب الاكس وهنا الاف وهنا اكس تايمز اف. يلا بقى سريعا دول هنقلهم زي ما هما، والخانة دي بتاعت الصم.
الاكس بجيبها ازاي؟ بعمل اللور بلس الابر اوفر 2، يعني 4 بلس 8 اوفر 2 هتكون 6. اللي بعديها 8 بلس 12 اوفر 2 هتكون 10. من الواضح ان انا بزود 4 صح، ال 6 بقت 10 زادت 4، يبقى اللي جاي 14، اللي بعده 18، اللي بعده 22. هكتب الفريكوانسي زي ما هما مكتوبين قدامي، بنقلهم ما بعملش اي حاجة. 10 8 وبكتب ان الصم بتاعهم ب 50. بعدين x times f بعمل ده times ده واكتبه هنا، نكتبه بلون مختلف. 36 120، بعد كده 196 180، ودول هيبقى 176. اعمل لي الكولوم ده كله بلس واكتبه تحت، ده بلس ده بلس ده بلس ده بلس ده هيطلع 708. بعد كده حبايبي هنجيب الايه المين او الارثماتيك مين، نفس المعنى. السم of x times f over sum of f. x times f احنا لسه طلعناها 708 over 50 وهتكون equal 14.16. خلاص، وبكده احنا خلصنا التقييم كله، حلينا ال 3 جروبس. يا رب تكونوا استفدتوا من التقييم. ويا ريت نذاكر، واي سؤال اكتب لي على الكومنتس عندي او في الكوميونتي، او اي حاجه اكتب لي عليها. زي في ناس كانوا كاتبين لي عايزين التقييم 15 وانا عملته لهم. وبالتوفيق يا رب، وسلام.